السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، فاكرين يا جماعة من سنتين رمضان اللي فات ده مباشرة؟ لا، رمضان اللي قبله، لما مدام هناء قالت انا هنزل مصر في محاولة اخيرة مني ان انا احافظ على بيتي، وعايزة بيتي يفضل مفتوح ومش عايزة بيتي يتخرب. انزل احاول ان انا ارجع جوزي تاني واجدد العلاقات من بينا تاني. فاكرين يا جماعة الفترة ديت؟ ايام ما كانت كل القنوات الرخيصه طالعه عليها وعمالين يقولوا نازله تصلح الشرخ، نازله تصلح الشرخ، هرموناتها مش عارفه ايه، والموضوع هرمونات وكلام قذر كده زيهم. فاكرين الفتره ديت؟ طب فاكرين قبل رمضان بايام لما مدام هناء نزلت مع اخوات طليقها وراحوا جابوا اكلة فسيخ قالوا ياكلوها قبل رمضان؟ جت مدام هناء راحت اشترت معاهم وصورت الفيديو بتاع المشتريات، وصورت الفيديو لما كانوا بينضفوا الفسيخ. وبعد كده بقى قالت هتقدم بقى فقرة الأكل على قناتها، قناة شهرزاد. جت قالت يا جماعة أنا باكل لوحدي، هي قالتها بالأمانة بمنتهى الصدق. قالت يا جماعة أنا باكل لوحدي علشان خاطر الأكلة ديت لازم إن أنا أكون جعانة فيها، ما ينفعش أكلها وأنا شبعانة. واحنا راجعين شربنا عصير برضه سد نفسها، فقالت قلت اطلع اتوضى واصلي وانام ولما اصحى اكل لوحدي واكل براحتي. فاكرين؟ ما فيهاش مشكله خالص. لا استنوا تعالوا ما افكركم. جيت من مشوار تعبانة بعد ما ليلى أخت رضا نظفته. قلت لهم كلوا بقى انتوا بالهنا والشفا، هطلع اتوضى واصلي وانام لي شوية، ولما اقوم ابقى اكل براحتي. والله جيت صحيت من النوم لقيت رضا كتر خير يا رب طلع لي الاكل ده فوق. هو كان اكل بقى ودخل ينام. كان نفسي اكلها مع اللمه الحلوه بقى ايه، بس معلش طالما واحد شبعان ما ياكلش هو شبعان. الاكله دي ما تتاكلش لو الواحد فيها جعان. المهم ايه بقى، جت قصرية عملت فيديو وقالت لها انتي طالعة عمالة تقولي سحر وانا مسحورة وانا محسودة والكلام ده كله. قالت لها الموضوع ابسط من كده بكتير، بس باسلوبها طبعا، انا بتكلم باسلوبي انا. قالت لها الموضوع ابسط من كده بكتير، الموضوع ان انتي فلوسك خلصت، علشان كده العيلة ديت قلبت عليكي. ومرت الايام واكتشفنا ان هي واحدة منهم، وان هي فاهماهم اكتر من اي حد فينا. المهم قالت لها انتي خلاص فلوسك خلصت وما عادلكيش لازمة خالص عندهم. وقالت لها اعتقد اعتقاد اكبر للجزم ان هم افتعلوا معاكي مشكلة وافتعلوا معاكي عركة كبيرة، علشان كده خلوكي ما تصوروهمش هما بياكلوا. قالت لها بالاضافة ان هم عيلة مقززة وعيلة مقرفة. قالت لها ياكلوا فسيخ من فوق ويضربوا بسارية من... لا سوري يا جماعة مش هقدر اكمل، تعالوا نسمع كلنا مع بعض. قالت لها ايه؟ تعالوا بس، ما بقتش اهزر الهزار الرخم ده. تعالوا بس والنبي هاتوا ودنكم هقول لكم حاجه. تعالي بس يا اختي انت وهي، هاتوا ودنكم هقول لكم حاجه بس. عارفين مفيش سحر؟ عارفين ايه اللي بيعمل فيها كده وبيمرمطها ويبهدلها كده؟ حاجه اقوى من السحر، ما تقولوش لحد بقى ماشي عشان ما حدش ياخد باله. حاجه اقوى من السحر بكتير. عارفين هي ايه؟ الحاجة دي فهمتوا ولا لسه؟ الحاجة دي اللي بتغير النفوس. والله اللي بتغير النفوس بدرجة 180 درجة. اللي هي معاك فلوس هتدخل وتدوس، ما معاكش فلوس ما نعرفوش. يعني بصوا، دي بتغير النفوس، ولا عمل ولا سحر. ده هي الفلوس بتشطب منها، فبدأوا يعاملوها معاملة الكلاب، فتقوم تطلع تقول معمول لسحر. انت بتقولي الكلام ده ليه يا مصرية؟ جايالكوا في الكلام بإبراهيم برضو، جايبالكوا إبراهيم برضو من قفاه. تعالى يا إبراهيم، انزل على أرض الواقع.
المدام بعد ما كانت فرحانه وبتقول في التوك توك انا جعانه قوي، احنا متنا من الجوع، وراحوا اشتروا الفاسوخ، وفضلت تتريق على الناس اللي بتاكل الفاسوخ، وفضلت كل شويه تقول هي ما انت جميل يا فسيخ، الله على ريحه الفسيخ، يا ما نفسي استحمى بميه الفسيخ، يا ما نفسي لو في برفان بريحه الفسيخ كنت حطيته، ما انت كده ديجا ريحتك فسيخ. انت ما بصيتيش للتحجيبه اللي انت لابساها اللي مفتله وكلها وبره، التحجيبه الكحلي اللي انت قلتي للناس معلش بقى لا مؤاخذه مش مظبوطه عشان قعدنا نقيس عبايات ونحط عبايات ونقلع عبايات ونلبس عبايات. لا سيادتك التحجيبه وسخه ومزنخه، وانا كبرت الصوره ولقيتها ده انت وقعتي الجاز زي اللي بتحطيه في شعرك. والله انا كبرنا الصوره لقيناها كلها مفتله وموبره وتقرف كلب اسود. والله العظيم تحجيبه تقرف كلب اسود وفيها الوبره قد كده موبره ومفتله، وعيب على واحده جايه من فرنسا تلبس تحجيبه زي دي، عيب على الناس اللي انت بتسكنيهم في بيتك وبتقبضي فلوس قد كده وبتاخدي بقشيش كمان. اكسي نفسك يا وليه بدل ما تكسي غيرك، خلي قرشك ينفعك. ولا اسكتي ده انا اللي داعيه عليكي. قلت يا رب كل ما اللي انت تكسبيه اصرف على الرجاله. والله العظيم ما تلمش يعني ولا ملم تصرفيه على نفسك. طيب انزلوا لنا بالابراهيم يا ولاد. البراهيم بقى جبناه من قفاه، لقيناها وهي راحه كانت مبسوطه قوي وهي بتشتري الفسيخ وفرحانه قوي وبتقول ده احنا متنا من الجوع، ده احنا ميتين من الجوع، والراجل ده امير ومش مختشيه على دمها ومش محترمه نفسها وعماله تتكلم مع بتاع التوك توك شوط ومع بتاع الفسيخ شوط، وواقفه هيغمى عليها قدام محل بتاع الفسيخ وعماله تقول ده لو فيه برفان بريحه الفسيخ كنت حطيته، وهي ناسيه نفسها ان هي اساسا بشهاده الشهود والناس اللي كانت راحت عندهم كلهم قالوا هي ريحه الفسيخه المنتنه اللي بقالها 100 سنه محطوطه في البرطمان. طيب محطوطه في بتاع الجردل الخشب ده اللي بيحطوها فيه معطنه يعني. هو مش احنا اللي قلنا الكلام ده سيادتك؟ اوعي تزعلي، ده جوز سيادتك اللي قال منتنه وجايفه وبخيله. والله العظيم. فكلمه منتنه دي بتثبت ان انت ريحه الفسيخ انضف من ريحتك، فما تقعديش بقى تتريقي على ريحه الفسيخ وتكرهي الناس اللي بياكلوا الفسيخ في الفسيخ علشان انت ريحتك انتن من ريحه الفسيخ. والله بشهاده الشهود. ايوه. نيجي بقى لابراهيم. تعالى ابراهيم من قفاه كده. ابراهيم بقى بيقول ايه؟ ان هي لما كانت واقفه قدام محل الفسيخ كانت بتشرب علبه كوكا وكانت بتاكل كيس شيبسي ولا كيس جاتوه من اللي هو البتاع التوينكيز ده، وبتصبر نفسها عقبال ما تروح، وهي راكبه التوك توك تحسوا انها تبلع لها نفر كده من كتر الجوع اللي هي فيه، لدرجه الراجل استغرب السواق بتاع التوك توك، عماله كل شويه تقول له انا جعانه يا عم احنا متنا من الجوع، يلا بسرعه ودينا فرن نجيب عيش، طب ودينا نجيب ليمون، طب ودينا نجيب بصل. وبعد ما وصلت البيت وصورت اخت جوزها وهي بتقشر الفسيخ وبتنظف الفسيخ، تقوم بقدرة قادر تنام ويجيلها النوم، قال وتروح تنام وتسيبهم بياكلوا. بالذمة انتوا صدقتوها؟ طب بذمتكم هي دي برضو اللي بتروح تنام لما بيكون الاكل هيتحط؟ طب انا بس راضيه ذمتكم وضميركم يا متابعيني، انتوا شفتوها قبل كده بيفوتها فايت ولا طبيخ بيت؟ الامثال دي يا مصريه. ايوه امثال زمان، امثال تيتا. بصوا يعني انتوا بذمتكم بامانه انا راضيه ذمتكم، شفتوها قبل كده بتسيب اكل محطوط وهتطلع تنام ولا هتدخل تنام من غير ما تصور وتحشر مناخيرها كده في اطباق الفسيخ؟ بجد بامانه انا ما صدقتش انها نامت، هي كانت صاحيه بس الظاهر حصلت عركه كده او مشكله فنكدوا عليها. طبعا
طبعا عشان ما تقولوش لا سحر ولا شعوذة بقى، عشان فلوسها قربت تخلص. فعلى قد لحافك مد رجليك، اللي هو فلوسك قربت تخلص خليكي على قدك بقى، خليكي في كوزك لما نعوزك، واركني لنا يا بنت كده في حته ناشفه. ايوه، ما هي جابت الحاجات بتاعت رمضان، الشنط بتاعت رمضان، وجهزت وعملت وفرحت وفرحت الناس وشطبت في الفلوس، فبدأت النفوس تتغير. ما هي قلة الفلوس تغير النفوس. ولا انتم مش معايا على الخط؟ خليكم معايا على الخط هتفهموا الفولة من اولها لاخرها. طيب، اللي كانت جعانه وبتموت من الجوع وهي راكبه التوك توك بقدره قادر، روحت صورت اخت جوزها وهي بتقشر الفسيخ وبتنضفه. قال وبعد كده ايه يا ولاد؟ قال نامت ننه وصحيت لقيتهم حاطين لها منابها في طبق واسود زي الطين، شكله كده لا يسر عدو ولا يسر حبيب، لا ينفع طبلة ولا ينفع طار. بصراحة الفسيختين دول ولا الفسيخية دي لو مقدمينها لي انا هرجع لو بصيت لها مش لو كلتها، لاني والست كانت بتنضفه كان شكله احمر ومشخلع يا جدعان، وكان يشهي كده بسم الله ما شاء الله. لكن لما هي ورت الناس الصينيه كده باللي فيها، تحسوا الواحد هيرجع من لون الفسيخ بس لانه كان غامق كده وزي ما يكون مدهون والعياذ بالله بلك، يعني كان اسود من وشها. طيب، تفهموا من كده ايه يا حبايب قلبي؟ اللي كانت بتموت من الجوع نامت فجأة وفاتها انها تصور اكلة الفسيخ وهم بياكلوها. انتوا يرضيكوا كده بذمتكم؟ انتوا مصدقينها؟ ازعل منكوا قوي لو صدقتوها. ليه بقى ازعل؟ ليه؟ لانها اللي يخليها راحت صورت الفسيخ وهو بيتوزن وهو بيتنقى وهو بيتنضف كمان لما روحت البيت، وصورت الليمون والبصل والطماطم وهم متقطعين. مش هتصور وهم بياكلوا؟ لا اكيد جت تصور وهم بياكلوا. راحوا مدبين معاها خناقه وقالوا لها الا الفسيخ ده احنا بنبقى قاعدين نضرب فسيخ من فوق ونضرب بساريه من تحت، الا الفسيخ اوعي تصورينا، اوعي ايدك تتمد على الكاميرا ولا على التليفون واحنا بناكل، كلكم والفسيخكم. ايوه، ده مش فراخ ولا محشي ولا لحمه، احنا هناكل الفسيخ من هنا هندي بسارية على طول من تحت. ازاي تصورينا واحنا بناكل فسيخ؟ يعني عيب كده، ازاي تصورينا؟ وعملوا معاها مشكلة علشان كده ما صورتش الفسيخ وهو بيتاكل، ولا حتى صورت نفسها وهي بتاكل الفسيخ. ايوه طبعا الله اعلم صورت نفسها وهي بتاكل الفسيخ ولا لا، وممكن تحط لكم الفيديو بعد شهرين 3. لكن اللي احنا متاكدين منه ان هي ما كانتش نايمه ولا حاجه، بل بالعكس حصلت مشكله على التصوير. وانتوا عارفين ان انا ليا نظره في المواقف، ونظرة مصرية ما بتخيبش خالص. دي لا شكل واحدة لا نامت ولا قامت ولا حصل حاجة، دي كل اللي حصل عملت عركة. قالوا لها ما تصوريش، لان اللي بياكل فسيخ يا جماعة بيبقى عمال يحش بصل، وبيبقى عمال يدش بصل، وبيبقى عمال يعمل ليمون كده ويعصر ليمون كده، وبيبقى عمال ايديه ملغمطه كده، وبيبقوا عمالين يفسخوا كده، والشوكه تيجي في بقهم يعملوا كده، وبلاوي سودا. يعني احنا عارفين طبعا اللي بياكلوا الفسيخ والرنجه، يعني وكمان دول بالذات هياكلوا فسيخ من فوق هيضربوا بساريه من تحت. فازاي تصورهم؟ يعني الناس ليها حرمتها برضو شويه يا فقشه. ما انتي مش رايحه شارياهم بفلوسك عشان تصوريهم وهم نايمين وهم قايمين وهم قاعدين وهم بياكلوا. ده انتي ناقص حاجه واحده بس تصوريهم وهم بيحلموا، عشان نشوف حماتك حلمت بالنبي فعلا عليه الصلاه والسلام ولا دي اقاويل.
ما تنسيش تبقي تصورهم لنا وهما بيحلموا بعد كده لو سمحتي. وعلى فكرة هتكسبي كتير، لان الموضوع ده فريد من نوعه وحاجة جديدة. انا عن نفسي لسه ما صورتهاش، فانتي هسيبلك انتي السبق ده، صوريهم وهما بيحلموا. وحماتك نايمة بقى وعمالة تعمل كده. اشتتن اشتوت. ايوه، ما هو اللي بيعمل حاجه في العالم بيحلم بيها. ايوه، وحماتك يعني ما شاء الله شغاله